واول حاجه هنا على الوليدات هادو اللي صراحه داروا واحد المجهود كبير صراحه. التعليمات اللي كانوا واضحين، لان في وسط الاسبوع في التدريب تكلمنا باش نغيروا شويه من النهج التكتيكي ديالنا، لان كما كتعرفوا كنا كنلعبوا 4 3 4 2 3 1 زدنا 4 3 3 بلاعب ارتكاز. الهدف هو انه باش نحاولوا ما امكن نخلصوا من الخطور ديال فريق الوداد البيضاوي، سيرتو الا خليتي ليه مساحات لانه عنده لاعبين مهاريين. الحمد لله في البريمير ميطون دخلنا بهذا البلان هذا باش نحاولوا ما امكن نستخلصوا الكره في المناطق ديال فريق الوداد البيضاوي. تاكدت لينا ماركينا واحد الهدف اللي ريحنا كثير، ريحنا بزاف، باش نحاولوا ما امكن نسيروا مجريات المقابله. سهل علينا حتى المقابله الحمد لله. من موراها حاولنا ما امكن نعطيو تعليمات في دوزيام ميطون للدراري باش نحاولوا نعطيو واحد التوازن. عاودنا دزنا 4 3 1 باش نحاولوا نزيدوا واحد لاعب ارتكاز، لان كما كتعرف فريق الوداد البيضاوي الدوكا ديال الاحتياط ديالو غنيه باللاعبين اللي هما مهاريين. الدخول ديال بونا عمار عرفنا بانه يخلق لنا مشكل كبير وسط الخطوط. حاولنا ما امكن نعطيو تعليمات لوسط الميدان ديالنا باش يحاول ما امكن يحكم الخطوره ديالو. حاولنا ننزلوا البلوك ديالنا باش نحاولوا ما امكن نلعبوا على لي كون. تاتونا بزاف ديال الفرص ما توفقناش وغابت النجاعه، ولكن كيبقاو الوليدات مشكورين على هذا ليفور الكبير، وكيبقاو مكونات ديال الفريق مشكورين كبير لانهم مواكبين هذا الفريق هذا نهار جور بار جور. نشكر السي الرئيس شعيب بن شيخ ولا الاخ رضوان الحمار لانه التحق بنا دابا العوده ديالو باش نحاولوا ما امكن نخدموا مجموعين على هذا الجروب هذا اللي غايقول الكلمه ديالو ان شاء الله بحول الله في قادم مقابلات في البطوله الوطنيه. شكرا.